الهلال طلب المشاركة في الدوري الليبي، وده طبيعي انه الهلال يطلب المشاركة في الدوري الليبي عشان يعيد نفسه للبطولة الافريقية بشكل ممتاز. لكن قبل ما نتحدث عن التفاصيل دي، اذا اول مرة بتتابعني اعمل شير واعمل لايك لهذه القناة. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين وان شاء الله تكونوا بخير ونعيم فاتم الصحة والعافية. شايف بعض الاخوة المريخاب والصفحات المريخابية بيتحدثوا انه المريخ طلب اول والهلال طلب ثاني، والاول منو والاخر منو والكلام زي ده. والله نحن كهلال وإدارة الهلال ولاعيبة الهلال هو لحق المشاركة في الدوري الليبي، وهو المفروض يكون صاحب المبادرة. لكن للأسف الشديد نحن مشكلتنا هي الاتحاد السوداني. الاتحاد السوداني متعنت ورافض فكرة المشاركة في دوري خارجي. كان الهلال عنده فكرة يشارك في الدوري الجزائري، ولو شارك كان حيكون أفيد وأفضل للهلال من أي دوري آخر. لكن الآن كونك تاتي متأخرا أفضل من لا تاتي. أنا بتمنى من الاتحاد السوداني يوافق لمشاركة الهلال ومشاركة المريخ لحد الآن، لأنه بيتحدث عن أنه الدوري السوداني حيقوم شهر واحد، وشهر واحد أنت الآن بتتكلم عن البطولة الأفريقية حتكون شهر 11 دوري المجموعات، لو الهلال ربنا أكرم ويداخل لدوري المجموعات. عشان كده ما في مبرر وما في أي عذر للاتحاد السوداني يمنع الهلال أو يرفض للهلال أو يرفض للمريخ. الهلال هو اللي حق بالمشاركة لأنه بعيد نفسه بصورة كويسة للبطولة الأفريقية، وهو الآن مداهل للدوري التمهيدي الثاني، وإن شاء الله يداهل لدوري المجموعات. بغض النظر عن الطلب أول من هو الطلب آخر، دي مناكفات نحن ما شغالين بها ولا حنشتغل بها. نحن في النهاية بنركز على مصلحة الهلال ومصلحة الكرة السودانية، ومصلحة الكرة السودانية في مصلحة الهلال، لأنه الهلال الآن هو الوحيد اللي بيمثل السودان في البطولات الأفريقية، وهو الوحيد اللي له 4 سنوات بقاتل في دوري المجموعات. التصنيف الآن اللي حصل عليه الهلال وهو حصلت عليه الكرة السودانية مشاركة ب4 عندي، يرجع الفضل من بعض الله للهلال. يعني ما في زول ينكر الحاجة دي اللي يكون مكابر. يعني في النهاية نحن كهلالات عارفين قيمة الهلال شنو، لكن نتمنى من الاتحاد السوداني ينظر للموضوع ده بكل جدية وبكل موضوعية. الهلال هو صاحب الحق وهو صاحب الشان، وهو المفروض الدولة توفر له كل سبل الراحة وكل المعينات التقدر تعينه. الآن ما عندك دوري، متوقف تماما، تداهل الدوري المجموعات بإذن الله. تحتاج إعداد بصورة كويسة لأنك بتواجه أندية مستمرة وبتواجه أندية مشاركة بصورة كويسة بدنيا وفنيا حتكون أفضل منك. المشاركة في الدوري الموريتاني أفادت الهلال بصورة كبيرة، والمشاركة في الدوري الليبي بإذن الله لو تمت الموافقة حتفيد الهلال بشكل أكبر. ملاعب كويسة، إضاءة كويسة، نقل تلفزيوني ممتاز، دي كلها أشياء بدعين الهلال إن شاء الله يقدم مستويات مختلفة في البطولة الأفريقية. عشان كده إدارة الهلال تضغط على الاتحاد السوداني، والإعلام يضغط على الاتحاد السوداني، وكلنا إن شاء الله نضغط على الاتحاد السوداني حتى يوافق للهلال مشاركة في الدوري الليبي. وده المنطق وده الواقع بيقول كده. إذا أنت عايز أنديتك دي تمشي قدام، بعد تعمل بطولة في الدوري السوداني واستدعيني إذا أنا ما شاركت، بعدين أنت لومني وعاقبني. أنا المهم في النهاية محتاج مباريات، وكونه أعيد نفسي بالمباريات الودية دي ما حتقدم الهلال ولا حتقدم الكرة السودانية في شيء. نتمنى التوفيق للهلال، وإن شاء الله كمان الاتحاد السوداني يوافق ونشوف الهلال في الدوري الليبي وحنشوف شكل مختلف وفريق مختلف بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.